مبروك علينا مبروك علينا مبروك علينا. ديما مغرب ديما مغرب. الله. من الواضح أن نص القرار يشير بشكل أساسي الدعوة إلى مفاوضات انطلاقا من مقترح الحكم الذاتي المغربي، لكن عندما ننظر إلى تفاصيل هو يدعو إلى مفاوضات انطلاقا من مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف ماذا؟ التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. هذا نص في القرار، وبالتالي نعلم أن يعني البوليساريو تطالب بحق تقرير المصير بمعنى الاستقلال. فما الذي هل هذه الدعوة لحق تقرير المصير تقلل من فكرة مفاوضات انطلاقا من الحكم الذاتي؟ شكرا للاستضافة. صحيح، يعني حقيقة هذا القرار فيه خلطة عجيبة، وأعتقد من وجهة نظري أنه مستحيل التطبيق بهذه اللغة، لأنه من جهة يدعو إلى حل يتفاوض عليه ويرضي الطرفين ويتوصل الطرفان إليه بطريقة الإجماع، ويضمن حق تقرير المصير للشعب في الصحراء الغربية من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب عام 2007 هي أساس لهذه المفاوضات. طب كيف يمكن أن يرضى الطرفان على أن يتفاوض على أساس فقط الحكم الذاتي؟ ثم هناك نص يشير مرتين إلى قضية حق تقرير المصير. لذلك أنا أعتقد أنه مع أن هذا القرار اقترب خطوة إلى الموقف المغربي في الترحيب بمبادرة الحكم الذاتي وطلب المفاوضات، واعتبار أنها قد تكون الأفضل حلا، لأنه استعمل كلمة قد تكون الأفضل للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين، لكنه هو أخذ علما بها ورحب بها، لكنه لم يفرضها، لم يتحدث عن السيادة للمغرب على الصحراء الغربية. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الدوام لله تعالى. الفريق أول سعيد شنقريحة يقوم بزيارة لمستشفى. هاتي جيتك وزي نيتك راه معقوده لك عقده وغادي نحلوها لك ولا امين. راك تعرف انه لوبيا.